لو المكرونة البشاميل اللي بتطلع منك مرة مظبوطة ومرة بتحسيها كده فيها حاجة ناقصة، مع انك ماشية على كل الخطوات بتاعت فيديوهات اليوتيوب كلها تما اللي كلنا مشينا عليها وكنا بنحس برضو ان فيها حاجة ناقصة. لو انت اول مرة بتشوفيني هقولك على كل اسرارها وكل تكتها. لو اول مرة تشوفيني انا امنية اشتركي في قناتي عشان يوصلك كل جديد. هاتي بقى المية بتاعتك يا ست البنات، بتاعة سليق المكرونة، بتفضي فيها واحدة مرقة دجاج وبتحطي فيها نص معلقة ملح زي ما انت شايفة كده، وبننزل بكيسين مكرونة بتحطيها تتسلق معاكي عقبال ما بنعصج اللحمة بتاعتنا. لو انت عايزة تزودي كمية اللحمة بتاعتك على المكرونة بتزوديها بالبصل. ما تخافيش، مش بيغير طعمها خالص، بالعكس ده بيدي اللحمة طعم جميل جدا، وبيزود من حلاوتها وبيزود من كمية اللحمة. حابة تنزلي بثلاث بصلات ليكي بتحطي انا عن نفسي نزلت بخمس حبة بصل. كنت حابة الكمية تكون زايدة شوية معايا في الصينية. زي ما انت شايفة كده بحط شوية زيت ونص معلقة ملح بس، وبرفع معايا البصل يا دوب تدبل، وبنزل بالربع كيلو لحمة زي ما انت شايفة كده. بلاش تحطي بهارات على اللحمة كتير عشان ما تغيرش طعمها. كل اللي بنحتاجه بس بعد ما بتتعصج عشان احس بطعمها بحط نص معلقة فلفل اسمر. هنا كانت المكرونة بتاعتي اتسلقت زي ما انت شايفة كده. تعالي بقى معايا نروح نحضر البشاميل بطريقة سهلة جدا. هنا حطينا زيت وسمنة، وبنحتاج للصينية بتاعتنا 4 معالق دقيق. 4 معالق دقيق كبار يعني هرميين، بتكوني مليهم كتير كده. بتكوني حاطة كمية كافية من الزيت والسمنة عشان الدقيق معاكي يبقى عايم. هو البشاميل كده بيحب الدقيق يبقى عايم، ما تخلوش يعني الدقيق معاكي مكلكع في قلب الزيت. هنا انا كنت نزلت بلتر حليب، وحطيت زي ما انت شايفة كده يعتبر كوباية من مية السليق. بجيب بقى بصلاية وبحط فيها 7 عيدان قرنفل زي ما انت شايفة كده. بتفرق في الطعم جدا يا بنات، وبتخلي طعم البشاميل معاكي في حتة تانية خالص. القرنفل بيزود طعم ونكهة حلوة قوي مع نص معلقة الفلفل الأسمر. بس ما بتحتاجيش اي حاجة تاني غير انك بتظبطي الملح بتاعك. هنا البشاميل بتاعنا كان رفعنا على النار زي ما انت شايفة كده، لا هو تقيل قوي ولا خفيف قوي. بنشيل بقى البصلة وبتجيبي الصينية بتاعتك، بتحطي فيها شوية زيت بس صغيرين عشان المكرونة ما تلزقش منك في الصينية. الخطوة دي مهمة جدا عشان الخطوة دي بتساعد معاكي على ان المكرونة تبقى جوسي وتبقى فيها بشاميل كده وتحسيها سايحة كده في البشاميل، وبتبقى طعمها حلو قوي. بدل بقى ما توسخي جنبك مواعين كتير، والخطوة دي الناس بتعملها في حاجة تانية وبعد كده بترجع تصبها في الصينية. فلا، انت حطي البشاميل بتاعك في الصينية وحطي عليه نص كمية المكرونة، وبعد كده بتقلبي زي ما انت شايفة كده، بترصيها بعد كده في الصينية، يعني بتظبطيها في الصينية. في معلومة هنا يا بنات، حاولي على قد ما تقدري ما تكتريش مكرونة في الصينية، يعني ما تخليش المكرونة زيادة عن اللزوم، تخليهاش مكتومة بكمية المكرونة الكتير. لا، حاولي تظبطي ايدك. يعني انا الصينية بتاعتي دي خدت لها كيسين 2 مكرونة اللي هم كيس منهم 400 جرام، يعني حوالي الكيسين كانوا 800 جرام، يعني اقل من كيلو مكرونة. والله يا بنات لما بتعمليها بطريقة يعني مثلا خفيفة، طعم المكرونة نفسها بتبقى جميلة قوي. هنا انا كنت حطيت اللحمة بتاعتي زي ما انت شايفة كده. حابة تعملي الخطوة بتاعت البشاميل دي بتعمليها، مش حابة خلاص ما بتعمليش. يعني بحب اضيف معلقة او معلقتين بشاميل على اللحمة عشان تخليلي المكرونة جوسي اكتر. هنا كيس الجبنة دوت انا كنت اول مرة اجربه فحبيت اجربه معاكم. بحب احط حبة على اللحمة زي ما انت شايفة كده، بتفرق في الطعم وبتخلي طعم البشاميل حلو قوي. حابة تضيفيها عندك بتضيفيها، ما عندكيش خلاص عادي مفيش اي مشكلة خالص. بتمشي في الخطوات كلها ما عدا حبة الجبنة بتوعك. وبعد كده بننزل ببقية المكرونة زي ما انت شايفة كده. انا يا دوبك بغطي الوش بس مش بزود كمية مكرونة، لا انا بغطي الوش بتاعي بس زي ما انت شايفة كده، اللي هو بغطي اللحمة او بغطي الجبنة، بوزعها بطريقة
يعني مش بالرصة زي يعني مش بالرصة، لا هو زي ما انت شايفة كده بالظبط. بحاول اظبط ايدي فيها ان انا بغطي الوش بتاعي بس من فوق مش اكتر. ما تزوديش مكرونة عشان مكرونتك تبقى حلوة وتبقى خفيفة. وبعد كده بتنزلي بقى ببقية البشاميل بتاعك، بكمية البشاميل بتاعك على الوش زي ما انت شايفة كده بالظبط. حابة تضيفي زيادة عن اللزوم، يعني في ناس بتحب الطبقة بتاعت الوش سميكة كده بتاعت البشاميل، ده براحتك خالص. بتحطيها بقى، بتاخديها تحطيها على الفرن، وقبل ما بتطلعي على الشواية بترشي رشة جبنة تاني. مش عايزة خلاص بتحطيها على الشواية تاخد لون معاكي من فوق. والله يا بنات بتبقى جميلة جدا جدا، من غير اي بصي خزعبلات، ومن غير كل اللي بنتفرج عليه ونشوفه. بطريقة سهلة جدا هتطلع معاكي جوسي بالطريقة دي. وبكده بقى نكون خلصنا وصفتنا، يا رب تعجبكم. مستنياكم بقى تعملوها وتجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه، ومستنياكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. وكل سنة وانتم طيبين.